بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بكم في قناتي. النهارده باذن الله هعمل جاكيت بناتي لسن سنتين، وهو تكرار للسطرين. وكميه الخيط اللي هنستخدمها 175 جرام خيط، 175 يعني معانا بكره 100 جرام، وهناخد 75 جرام من البكره الثانيه، وابره رقم 3.5 ملم، 3.5، ومنظوره للقياس، وماركر، ومقص. اول حاجه عشان نعمل الجاكيت، اول مقاس هناخده محيط دوران الرقبه. محيط دوران الرقبه لسن من سنه لسنتين يساوي 25 سم. 25 سم، وهنعمل الغرزه بتاعتنا تكرار لسطرين. 25 سم هنزود كمان من 8 ل 7 سم، هنزود 8 سم عشان يبقى محيط دوران الرقبه. بعد ما هنعمل الغرزه هنزود عدد من السطور عشان تبقى ملمومه. هنزود 8 سم عشان ما تبقاش ضيقه، يبقى 25 زائد 8 هيساوي 33 سم. هنرتفع بسلاسل البدايه بطول 33 سم، ويكون من مضاعفات العدد 6. تمام؟ يعني اول حاجه نرتفع بعدد من السلاسل ويكون من مضاعفات العدد 6. وقبل ما نبدا في الفيديو هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اول حاجه هنعمل عقده البدايه، ونرتفع بعدد من السلاسل بحيث يكون طولها على القياس 33 سم، ويكون من مضاعفات العدد 6. اول حاجه نعمل عقده البدايه ونعد بسم الله، نرتفع بعدد من السلاسل بحيث يكون طولها 33 سم من مضاعفات العدد 6. نكمل كده. عملت سلسله البدايه اهي، وبطول 33 سم على القياس كده على المزوره اهي، من غير ما اشد الخيط. طلعت 33 سم اهي. وعدينا عدد الغرز، لقيتهم 72 غرزه سلسله، وال 72 من مضاعفات العدد 6. هحط ايدي عند اخر غرزه كده وارتفع 2 غرزه سلسله، 1 2، واخد لفه على الابره ونعد 4 غرز، 1 2 3 في الغرزه الرابعه، 1 2 3 في الغرزه الرابعه. كده ندخل بالابره نعمل تاني عمود، وحسبنا سلاسل الارتفاع بعمود، يبقى كده 2 عمود. وهنعمل ناخد لفه على الابره ونسيب 2 غرزه من تحت، 1 2 في الغرزه الثالثه. ندخل نعمل غرزه في اللي هي عباره عن عمود كده، 2 سلسله، 2 سلسله، عمود في نفس الغرزه. السطر ده احنا بنأسس للغرزه. كده عملنا اول 2 عمود وغرزه في. ناخد لفه على الابره ونسيب 2 غرزه من تحت، 1 2، ندخل في الغرزه الثالثه نعمل غرزه في اللي هي عباره عن عمود، 2 سلسله، عمود في نفس الغرزه، المنظر ده كده. تمام كده اهي، يا رب تكون واضحه. ناخد لفه على الابره ونسيب 2 غرزه من تحت، 1 2، وندخل في الغرزه الثالثه نعمل غرزه في اللي هي عمود، 2 سلسله، عمود في نفس الغرزه. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، وقبل نهايه السطر هنشوف احنا هنعمل ايه. لازم هتبقى بدايه السطر زي نهايه السطر. نستمر بهذا النمط لغايه قبل نهايه السطر بغرزتين، ونرجع نشوف احنا هنكمل ازاي. كده انا خلصت بنفس النمط. اول 2 عمود حسبنا 3 سلاسل ارتفاع بعمود، وتاني عمود، وخطينا 2 غرزه من تحت وعملنا غرزه الفي اللي هي عمود، 2 سلسله عمود، وخطينا 2 غرزه سلسله من تحت وعملنا غرزه الفي اللي هي عمود، 2 سلسله عمود، واستمرينا بهذا النمط لغايه قبل نهايه السطر. فاضل 4 غرز عندي اللي هم دول. احنا كان عندنا كده 22 مجموعه، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. تمام كده. احنا خلصنا غرز الفي، وفاضل عندنا اخر 4 غرز من تحت اللي هم دول. ناخد لفه على الابره ونتخطى 2 غرزه اللي هم الفراغ، وندخل نعمل في اخر غرزتين 2 عمود بلفه زي بدايه السطر كده، عمود واخر غرزه عمود. يبقى هنا عندنا بدايه السطر 2 عمود اللي هي سلاسل الارتفاع بعمود وعمود، واخر السطر 2 عمود، يعني بدايه السطر زي نهايه السطر. تمام كده. كده السطر الاول خلص، اللي هو التاسيس بتاعنا اللي احنا هنبني عليه بقيه السطور. السطر اللي بعد كده الغرزه بتاعتنا اللي هي تكرار لسطرين. هنرتفع ب2 غرزه سلسله، 1 2، نعتبرهم اول عمود ونلف الشغل، ونعمل غرزه عمود على تاني غرزه عمود. ناخد لفه على الابره كده ونعمل غرزه عمود على تاني غرزه عمود، ونعمل غرزه سلسله، وفي الفراغ اللي ما بين غرزه الفي والاثنين عمود الفراغ ده هنعمل غرزه حشو، ونعمل سلسله، وناخد لفتين على الابره وندخل في الفراغ بتاع غرزه الفي. هنعمل 4 عمود بلفتين، يعني كده اول عمود 1 2
ده اول عمود بلفتين. تاني عمود نعمل العمود بلفتين ازاي؟ هناخد لفتين على الابره كده، لفه كده ولفه كده، ندخل في قلب الفراغ بتاع غرزه الفي اللي هو 2 سلسله اللي كان في السطر اللي فات، نسحب خيط. بقى عندنا 4 حلقات على الابره، نسحب خيط نطلع من حلقتين من حلقتين من حلقتين كده، عمود بلفتين. عملنا 2 عمود، هنعمل كمان 2 عمود بلفتين في قلب الفراغ كده. رابع عمود نسحب خيط نطلع من لفتين من لفتين من لفتين كده. بقى عندنا صدفه عباره عن 4 عمود بلفتين. نعمل غرزه سلسله، وفي قلب الفراغ اللي ما بين غرزه الفي وغرزه الفي ديت هنعمل غرزه حشو وغرزه سلسله بالمنظر ده كده اهي. ناخد لفتين على الابره، ندخل في قلب الفراغ بتاع غرزه الفي، نعمل عمود بلفتين وكمان عمود بلفتين وكمان تالت عمود بلفتين ورابع عمود بلفتين في قلب الفراغ بتاع غرزه الفي. شفنا العمود بلفتين بيتعمل ازاي كده. الصدفه بتاعتنا اهي 4 عمود بلفتين وغرزه سلسله، وفي الفراغ اللي ما بين غرزه الفي وغرزه الفي الفراغ ده نعمل غرزه حشو وكمان غرزه سلسله. ناخد لفتين على الابره، ندخل في الفراغ بتاع غرزه الفي ونعمل 4 عمود بلفتين اللي هي الصدفه بتاعتنا. تاني عمود، تالت عمود بلفتين، رابع عمود بلفتين في قلب الفراغ بتاع غرزه البي اللي في السطر اللي فات. تمام كده. بقى ديت عندنا الصدفه بتاعتنا اللي هي 4 عمود بلفتين. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، نخلص كل المجموعات اللي عندنا ونرجع تاني نشوف احنا هننهي السطر ازاي. كده وصلت لاخر غرزه في، ناخد لفتين على الابره كده ونعمل صدفه عباره عن 4 عمود بلفتين. احنا كده خلصنا الصدفه بتاعتنا اللي هي عباره عن 4 عمود بلفتين. واخر غرزه هتقابلني هنا عمود وهنا عمود، وقبل الاعمده هيبقى في فراغ، هنعمل غرزه حشو. غرزه حشو كده بعد ما عملنا سلسله، وهنعمل سلسله وهيتفضل 2 عمود، هنعمل فوق كل غرزه عمود غرزه عمود. قبل العمود الاخير هنعمل غرزه عمود كده، وفوق سلاسل الارتفاع هنعمل غرزه عمود. يبقى هنا بدايه السطر، بدايه السطر بتاعتنا 2 عمود سلسله غرزه حشو، ونهايه السطر كانت غرزه حشو سلسله 2 عمود. كده خلصنا اول سطر من الغرزه، والسطر بتاع غرز الفي مش محسوب. الغرزه هتبتدي من اول السطر ده اللي هي غرز الصدفه، هنرتفع ب2 سلسله 1 2 ونلف الشغل وناخد لفه على الابره، نعتبرهم السلاسل الارتفاع نعتبرهم اول عمود، ونعمل الغرزه الثانيه عمود. يبقى اول السطر زي نهايه السطر نعمل 2 غرزه عمود، نعتبر سلاسل الارتفاع بغرزه عمود. دي تاني غرزه، بسم الله، دي تاني غرزه عمود. يبقى احنا ارتفعنا 2 سلسله واعتبرناهم عمود، وعملنا غرزه عمود فوق العمود اللي قبل كده. غرزه الحشو مش بنشتغل فيها حاجه، هناخد لفه على الابره، ندخل على طول مباشره على الصدفه بتاعتنا، هنعمل عمود امامي، ندفع بالعمود اللي مكون من 4، ندفع بالعمود اللي في السطر اللي فات الصدفه بتاعتنا اللي مكونه من 4 عمود بلفتين، ندفع بيه كده لقدام، ندفع عمود، نعمل عمود امامي بلفه واحده، تاني عمود امامي، وهنعمل 2 سلسله ونعمل عمود امامي وعمود امامي في الصدفه اللي تحت بالشكل ده. انا بخطى غرزه السلسله وغرزه الحشو وغرزه السلسله اللي في السطر اللي فات مش بتشتغل فيهم حاجه، نشتغل مباشره على على الصدفه المكونه من 4 عمود بلفتين. ندخل ونعمل عمود امامي، كمان عمود امامي كده، 2 غرزه سلسله وعمود امامي وعمود امامي. تمام كده بالمنظر ده. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، وقبل نهايه السطر هنشوف احنا هنختم السطر ازاي. كده خلصنا السطر بتاع الاعمده الاماميه. فاضل طبعا مش بنعمل حاجه في غرز الحشو، فاضل اخر 2 عمود، نتخطى غرزه الحشو ديت، ندخل في العمود ونعمل فوقيه عمود، واخر عمود اللي هي سلاسل الارتفاع ندخل نعمل فيها عمود. تمام. يبقى بدايه السطر 2 عمود
وغرز الصدفه عمود امامي، ونهايه السطر غرزه صدفه اعمده اماميه، واخر عمودين، يعني بدايه السطر 2 عمود ونهايه السطر 2 عمود. تمام. هنعمل السطر الجديد تكرار للسطر الاول اللي هو بتاع الصدفات، اللي هو بتاعت الصدفه الاثنين 4 عمود بلفتين. يبقى احنا هنعمل 2 غرزه حشو نعتبرهم اول عمود، ونلف الشغل ناخد لفه على الابره ونعمل كمان عمود وده تاني عمود، دول ثابتين معانا لغايه نهايه الشغل. هنعمل سلسله وندخل في الفراغ اللي ما بين غرزه الحشو والاثنين عمود، نعمل غرزه حشو وسلسله وناخد لفتين على الابره كده، وندخل في الفراغ بتاع الغرزه بتاعت الاعمده الاماميه، نعمل 4 عمود بلفتين اللي هي الصدفه اللي هي تكرار السطر الاول كده. اول عمود، تاني عمود بلفتين، تالت عمود بلفتين، رابع عمود بلفتين كده، تكرار للسطر الاول. غرزه سلسله والفراغ اللي ما بين الصدفتين هنعمل غرزه حشو، غرزه حشو، سلسله وعمود بلفتين، 4 عمود بلفتين في الفراغ دوت. يبقى نستمر بهذا النمط، هنعمل داخل الفراغ ده 4 عمود بلفتين، سلسله غرزه حشو، سلسله 4 عمود بلفتين في قلب الفراغ. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونرجع نشوف الشكل بتاع الكارديجان ازاي في السطرين التكرار. كده وصلنا لاخر صدفه اهي في السطر اللي هي عباره عن 4 عمود بلفتين. بختم السطر بعمل سلسله وغرزه حشو وسلسله، نعمل عمودين في اخر عمودين، نعمل 2 عمود في اخر عمودين، يعني عمود كده واخر عمود على سلاسل الارتفاع. يبقى بدايه السطر بدينا ب2 عمود ونهايه السطر 2 عمود. نرتفع ب2 سلسله ونلف الشغل ناخد لفه على الابره، حسبنا سلاسل الارتفاع باول عمود وتاني عمود نعمله كده، وهناخد لفه على الابره نتخطى غرزه السلسله وغرزه الحشو وغرزه السلسله الثانيه، مش بنعمل فيهم حاجه، وهنعمل عمود امامي فوق الصدفات، نعمل عمود امامي كده بلفه واحده، كمان عمود امامي لفه واحده، 2 سلسله وعمود امامي اللي هو العمود الثالث، والعمود الرابع عمود امامي كده بالشكل ده اهو، 4 عمود امامي في الصدفه، ونتخطى غرزه السلسله وغرزه الحشو وغرزه السلسله الثانيه مش بشتغل فيهم حاجه. هنروح على الصدفه ناخد اول عمود امامي، اول عمود اللي في السطر اللي فات اللي كان عمود بلفتين هنعمله عمود امامي بلفه واحده كده، عمود امامي وتاني عمود امامي بلفه واحده و2 سلسله، وتالت عمود امامي، رابع عمود امامي. تمام. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ونعمل الصدفات بتاعتنا اعمده اماميه، ونتخطى غرزه الحشو والسلاسل، ونروح على الصدفه اللي هي 4 عمود بلفتين ونعمل اعمده اماميه، 2 عمود امامي، 2 سلسله، 2 عمود امامي. تمام. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، ويبقى عدة الشغل كده، ده وش الشغل، وكل ما بنرتفع بعدد من السطور الشكل هيبان. تمام. مجموعتين، لو هنعتبر كل سطرين مجموعه يبقى احنا كده اشتغلت مجموعتين. اشتغل كمان مجموعه، يعني هشتغل غرز الصدفه اللي هي 4 عمود بلفتين والاعمده الاماميه السطر اللي بعد كده، احنا كده اشتغلت مجموعتين. تمام. ادي مجموعه وادي الثانيه، وكده هنا وش الشغل اهو غرزه 3 دي، غرزه بارزه كده. انا عملت اخر صدفه في السطر، وهيتفضل هنا 2 عمود وغرز الحشو زي ما احنا عارفين ما بنعملش فيها حاجه. هندخل ونعمل 2 عمود بلفه في اخر عمودين كده، وهنعمل عمود على سلاسل الارتفاع. واحنا كده ايه، يبقى احنا كده انهينا السطر زي ما ابتدينا ب2 عمود انتهينا ب2 عمود. تمام. اهو عملنا 2 عمود، هنرتفع 2 سلسله 1 2 ونعتبرهم اول عمود، ونلف الشغل ونعمل كمان عمود كده. عمود بلفه كده، يعني ايه، سلاسل الارتفاع بعمود وتاني عمود. هنعمل سلسله، دي المجموعه الثالثه، نعمل سلسله وغرزه حشو وكمان سلسله، ناخد لفتين على الابره ندخل في الفراغ ده، هنعمل 4 عمود بلفتين اللي هي غرزه الصدفه. نستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر، نرجع نشوف احنا هنعمل ايه تاني. كده خلصنا 6 سطور ب3 مجموعات. هنبتدي في السطر الجديد، هنبتدي في سطر التزايد. كنا بنعمل في السطور اللي فاتت الصدفه بتاعتنا عباره عن 4
عمود بلفتين، والسطر اللي بعديه اللي هو التكرار بنعمل 4 عمود امامي اللي هي صدفه، 2 عمود امامي سلسلتين، 2 عمود امامي اللي هو الصدفه بالشكل دوت. السطر الجديد هنرتفع 2 سلسله ونعتبرهم اول عمود ونشتغل تاني عمود، يبقى نشتغل الاثنين عمود الثابتين اللي في اول السطر ونلف الشغل. السطر ده هنعمل فيه تزايد، يعني هنعمل الصدفه عباره عن 6 عمود بلفتين. في السطور اللي فاتت كانت الصدفه عباره عن 4 عمود بلفتين. كده هنبتدي في المجموعه اللي هي بتاعت التزايد، هنعمل 6 عمود بلفتين في قلب الفراغ، هناخد سلسله وندخل في الفراغ اللي ما بين الصدفات ونعمل غرزه حشو، وهنعمل غرزه سلسله وندخل في الفراغ ونعمل 6 عمود بلفتين ونستمر بهذا النمط لغايه نهايه السطر. نرجع نشوف السطر اللي بعد كده هنعمله ازاي. كده خلصنا السطر بتاع التزايد اللي هي 6 عمود بلفتين الصدفه بتاعتنا، نرتفع ب2 سلسله نعتبرهم اول عمود ونلف الشغل ونعمل غرزه عمود، ناخد لفه على الابره ونتخطى غرزه الحشو وندخل في اول غرزه من الصدفه اللي هي عباره عن 6 عمود بلفتين، نعمل عمود امامي بلفه واحده، تاني عمود امامي بلفه واحده، تالت عمود امامي بلفه واحده. عملنا كده نص الصدفه 3 عمود بلفه، 3 عمود امامي بلفه واحده، هنعمل 2 سلسله ونكمل بقيه الصدفه 3 عمود امامي بلفه واحده. اخر غرزه كده عملنا الصدفه اللي هي بتاعت التزايد اهي. ناخد لفه على الابره وهندخل في قلب الصدفه، ناخد العمود، اول عمود هنعمله عمود امامي بلفه واحده، تاني عمود نعمله تاني عمود بلفه واحده، تاني عمود امامي بلفه واحده، تالت عمود نعمله تالت عمود امامي بلفه واحده، 2 سلسله ونكمل بقيه الصدفه ونستمر على هذا النمط لغايه نهايه السطر. كده خلصنا المجموعه بتاعت التزايد اللي هي 6 عمود بلفتين، وبعد كده السطر اللي بعد كده اللي هو الصدفه اللي هو عباره عن عمود امامي 6 عمود امامي، 3 عمود امامي سلسلتين، 3 عمود امامي اللي هم دول. هنعمل كمان مجموعه من التزايد، هنرتفع 2 سلسله نلف الشغل ونعتبر اول السلاسل دي اول عمود، كده تاني عمود، ودول ثابتين معانا لغايه نهايه الشغل. كده احنا لفينا الشغل، هنعمل غرزه سلسله وبعدين في الفراغ ده اللي قبل الصدفه واللي بعد العمودين واللي قبل الصدفه هنعمل غرزه حشو وسلسله، ناخد لفتين على الابره ونعمل في الفراغ بتاع الصدفه اللي هي ال6 اعمده اماميه هنعمل 6 عمود بلفتين جنب بعض، 1 2 ونكمل 6 عمود بلفتين جنب بعض ونكمل لنهايه السطر. وهنعمل تكرار برضو للصدفه اللي هي عباره عن 3 عمود امامي، 2 سلسله، 3 عمود امامي، المجموعه الثانيه من التزايد. كده انا خلصت المجموعه بتاعه التزايد، والمجموعه الثانيه عملت السطر بتاع الصدفات 6 صدفات اللي هم التزايد، وهنا الاعمده الاماميه عملت صدفه واحده. احنا هنشوف بس القياس بتاعنا هنا كام صدفه، هنا 22 صدفه، احنا كنا عندهم 22 عشان السطر دوت هنقيس عشان نقفل الكم. دوران الكم 18 سم، دولت 22 صدفه. هنخصص 6 للظهر و3 للأمام من الجهة اليمين و3 للأمام من الجهة الشمال و5 للكم من الجهة دي و5 للكم من الجهة دي. تمام كده ال 22 صدفه، ال 22 صدفه، فاحنا هنعد هنا 1 2 3 ونعمل العلامه في غرزه الحشو 1 2 3 والعلامه بتاعتنا في غرزه الحشو. تمام كده، وهنعد الجزء بتاع اللي احنا خصصناه للكم اللي هم 5 صدفات 1 2 3 4 5 ونحط العلامه عند بعد الجزء الخامس بعد الصدفه الخامسه في غرزه الحشو. ونعد للجزء بتاع الظهر كام، هنا 5 وهنا 5 10 وهنا 6 وهنا 6، هنعد 6 بعد 6 صدفات 1 2 3 4 5 6 ونحط العلامه هنا في غرزه الحشو، نحط العلامه هنا في غرزه الحشو عشان اللي هنقيس بالمزوره. دولت الظهر 1 2 3 4 5 6، وهنعد 5 صدفات للجزء اللي احنا خصصناه لكم من الجهه الثانيه، يعني 1 2 3 4 5 ونحط العلامه هنا
في غرزة الحشو بعد الصدفة الخامسة. هتفضل عندنا 3 صدفات اللي هما في الامام 1 2 3. هنبتدي دلوقتي هنقيس الكم. الكم قسناه لقيناه 18 سنتي. تمام. والصدر من الامام العلامة للعلامة يساوي كده 27 سنتي، والظهر من العلامة للعلامة برضو يساوي نفس القياس. تمام كده. يبقى احنا هنا كده في السطر ده هنقفل الكم. احنا عملنا المجموعتين بتوع التزايد. هنا الجزء بتاع الصدفه 6 صدفه 6 صدفات بعمود بلفتين. احنا كده هنعمل السطر بتاع الاعمده الاماميه 3 عمود امامي 2 سلسله 3 عمود امامي، ونتخطى غرزه السلسله ديت ونعمل 3 عمود امامي 2 سلسله 3 عمود امامي لغايه لما نوصل للعلامه، وهنشوف ان هنقفل الكم ازاي. تمام. نشتغل لغايه لما اوصل للعلامه. كده اشتغلت ال3 صدفات اهمت لغايه لما وصلت للعلامه اهي. العلامه بتاعتنا اهي. هقعد الف على الابره وهتخطى كل الجزء ده الجزء بتاع الكم لغايه لما اوصل للصدفه الناحيه الثانيه، وهدخل في اول عمود من الصدفه اول صدفه بعد العلامه. ندخل كده من تحت العمود، ندخل كده من تحت العمود، نسحب خيط ونطلع. بقى عندنا 3 حلقات على الابره، بنعمل عمود امامي، نسحب خيط من حلقتين من حلقتين. يبقى انا كده قفلت منطقه الكم اللي هي دي. تمام. وهقعد الف على الابره ونعمل الصدفه بتاعتنا عادي عمود امامي. ده تاني عمود امامي، تالت عمود امامي. تمام كده. 2 سلسله، رابع عمود امامي، خامس عمود امامي، ادي سادس عمود امامي. يبقى احنا بنعمل 6 عمود. ده التزايد بتاعنا. تمام. هنكمل ده كده. انا هشتغل لغايه الجزئيه بشتغل كده الجزئيه بتاعت الظهر. هنكمل لغايه لما اوصل للعلامه الثانيه دي. اشتغلت الجزئيه بتاعت الظهر وكده وصلنا للعلامه اهي. اهي العلامه. اخد لفه على الابره واتخطى كل الجزء اللي هو بتاع الكم لغايه لما اوصل للعلامه الثانيه، وندخل كده في اول غرزه عمود عشان نعمل عمود امامي، ونسحب خيط ونطلع نعمل عمود امامي. اول عمود امامي في الصدفه. تمام كده. تاني عمود امامي في الصدفه، تالت عمود امامي في الصدفه، و2 غرزه سلسله. وده كده رابع عمود في الصدفه، خامس عمود، سادس عمود. احنا كده قفلنا الكم اهو، قفلنا منطقه الكم. هنكمل الصدفتين اللي باقيين اللي هم بتوع الصدر، ونرجع نشوف احنا هنرتفع السطر الجديد ازاي. كده انا قفلت الكم اهو، قفلت الكم من الجهه الثانيه اهو. كده انا بعدل الشغل، هنشيل العلامات، وده الشكل بتاع الكارديجان. هنشيل العلامات بقى، وده فتحه الكم من الناحيه الثانيه برضو فتحه الكم. احنا هننزل بقى بطول الكارديجان، ننزل بسطور، مش هنعمل تزايد تاني. هنكتفي بالصدفه اللي هي مكونه من التزايد بتاع الصدفه المكونه من 6 عمود بلفتين، وفوقيها الصدفه بتاعه العمود 6 عمود امامي. تمام كده. كده هنشتغل دوران بعد ما قفلت الكم لغايه لما نحصل على طول الكارديجان المناسب، ومش هنعمل اي تزايد. هم 6 عمود بلفتين، وبعد كده السطر اللي بعد كده الاعمده الاماميه الصدفه عباره عن 3 عمود امامي 2 سلسله 3 عمود امامي لغايه لما نحصل على طول الكارديجان المناسب، وهنرجع نشوف احنا هنعمل المرد ازاي. كده احنا اكتفيت بطول الكارديجان دوت. الطول من عند الرقبه لغايه الديل 27 سم، كمان 28 سم. يبقى الطول من عند الرقبه، من عند دوران الرقبه لغايه تحت 28 سم، فده طول معقول ومناسب. بالنسبه للتزايد اللي احنا عملنا تزايد مرتين، يعني مره كان 6 صدفات ومره 8. احنا بنرتفع بعدد من المجموعات. لو هنسمي كل صدفه والسطر اللي بعدها، عشان الغرزه دي عباره عن تكرار لسطرين. لو هنقول مثلا لو عملنا احنا 4 صدفات، المجموعه الثانيه او السطر الثاني 4 عباره عن 2 عمود 2 سلسله 2 عمود. دي كده اسمها مجموعه. ارتفعنا بكام مجموعه؟ ادي كده 1 2 3 مجموعات. وعملنا تزايد في السطر الرابع عمود بلفتين 6 عمود بلفتين، والسطر اللي بعديه عملنا 3 عمود امامي 2 سلسله 3 عمود امامي. ارتفعنا كام مجموعه؟ ادي كده مجموعه 2 3 4. وفي السطر اللي بعد كده عملنا تزايد، عملنا غرزه عمود بلفتين يعني صدفه، والسطر اللي بعده عملنا 4 عمود امامي
2 سلسله 4 عمود امامي. ارتفعنا كام مجموعه؟ ارتفعنا 1 2 3 3 مجموعات، واكتفينا بالطول دوت. الطول ده 28 سم من عند دوران الرقبه لغايه تحت، ودي اخر كده اخر غرزه. احنا دلوقتي هنعمل المرد اللي هو ده، فهنعمل غرز حشو في المرد لغايه لما نخلص، ونبتدي هنا كده من عند دوران الرقبه هنلف بغرز حشو كده يبقى دوران لغايه المرد الجزء اللي تحت دوت، وهنعمل غرز حشو في الديل كده دوران لغايه لما نوصل للعلامه. تمام؟ فديت اخر غرزه، اخر غرزه في السطر اللي احنا عملناه. هنعمل ايه بقى؟ نرتفع بواحد سلسله، نرتفع كده بواحد سلسله، ودي هنعمل غرز حشو على الجزء بتاع المرد. هنلاقي هنا سلاسل ارتفاع اللي هما 2 غرزه سلسله، هنعمل في كل جزء 2 غرزه حشو. 1 2 سلاسل الارتفاع اللي هي دي اللي كنا بنعملها، ندخل نعمل تحتيها 2 غرزه حشو. والغرز الحشو دي تاسيس للغرزه بتاعتنا، عشان هنعمل السطر الجاي اللي هو السطر بتاع الصدفات اللي هو بتاع العراوي والزراير. غرزه جميله جدا وزخرفيه ومش بتحتاج عراوي لانها بيبقى فيها اجزاء مفتوحه بنعتبرها عروه. تمام؟ احنا بنعمل كده غرز حشو فوق السلاسل الارتفاع. هنكمل لغايه ما نوصل للعلامه بغرز حشو، ونرجع تاني نشوف احنا هنعمل ايه. كده انا خلصت غرز الحشو من اول العلامه لغايه الناحيه الثانيه، لغايه الجهه الثانيه. يعني عملت غرز حشو من المرد ودوران الرقبه، ونزلت هنا بالمرد الناحيه الثانيه، وعملت هنا في الديل على الفستونات دي لغايه لما وصلت للعلامه، وكررت برده عملت سطر تاني. تمام كده؟ وصلت كده ده سطر تاني لغايه هنا، بس ما عملتش على الفستونات اللي في الديل. كده احنا هنقص الخيط هنا وهنبتدي من العلامه دي عشان هنعمل الفستونات بتاعتنا عشان تبقى على وش الشغل من جهه ما تبقاش على الظهر، تبقى على الوش كده. اخر غرزه حشو كده، وهنعمل منزلقه وهنقص الخيط كده. عملت منزلقه، هقص الخيط واسحب الخيط كده، وهنضفه بابره التنظيف. تمام؟ بس هنعمل غرزه تثبيت كده عشان الخيط ما يكرش تاني اهو كده. احنا خلصنا غرز الحشو، عملنا من اول العلامه، من اول العلامه دي ودوران والمرد ودوران الرقبه كده، ودوران الرقبه من الجهه الثانيه، وعملنا المرد ونزلنا بالفستونات ديت لغايه العلامه، وعملنا كمان سطر واحد تاني من غرز الحشو على المرد ودوران الرقبه كده لغايه هنا اهو. قطعت الخيط، هنوصل الخيط بقى تاني من البدايه ديت عشان نعمل غرزه الفستونه اللي احنا هنعمل عليها الزراير والعراوي. هندخل بقى كده في الغرزه دي غرزه ارتفاع، سلسله ارتفاع. هندخل فيها كده ونسحب خيط، نسحب خيط كده واثبت طرف الخيط كده عشان بيت الخيط. هنرتفع ب3 غرزة سلسلة. بسم الله. 1 1 2 3 ناخد لفة على الإبرة ونعمل في نفس الغرزة 2 عمود بلفة مع سلاسل ارتفاع، يبقى 3 عمود بلفة. واحد تاني عمود سلاسل ارتفاع بعمود، وتاني عمود، تالت عمود، وهنعد 1 2 3 في الغرزة الرابعة. نسحب خيط نعمل منزلقة، نرتفع ب3 سلسلة 1 2 3 ناخد لفة على الإبرة، ندخل في نفس الغرزة نعمل 2 كمان 2 عمود بلفة. 1 وريح العمود كده عشان الفستونة أو الغرزة الصدفة تبقى ايه شكلها حلو. 2 كده 2 عمود بلفة، وهنعد 1 2 3 في الغرزة الرابعة. معايا خيط البداية ده تحت الشغل، نعمل منزلقة كده وهنرتفع ب3 سلسلة 1 2 3 ناخد لفة على الإبرة في نفس الغرزة 2 عمود بلفة. 1 2 وهنعد 1 2 3 في الغرزة الرابعة، ندخل نعمل منزلقة. تمام؟ بقى هو ده الشكل، شكل جميل جدا. وجزء يعني جزء من المرد هنعمل فيه زراير، وجزء هنعمل فيه العراوي. وبما ان السلاسل الارتفاع ده اهي نعتبرها مثلا عراوي اهي اللي هي دي، فبتدي شكل جميل. وهنكمل المرد ودوران الرقبه والمرد من الجهه الاخرى، ونرجع نشوف الشكل بتاع الفستونات بقى شكله ازاي. كده انا خلصت الفستونات اهي، شكلها جميل جدا اهي. ودوران الرقبه برضو اهو، والمرد من الجهه الاخرى الثانيه اهي.
طبعا مديه الشغل جمال واناقه وشكلها جميل جدا، حلوه قوي قوي. كده وصلنا لغايه اخر غرزه، اخر صدفه يعني. هندخل في هنا نهايه الشغل، هندخل برضو في اخر غرزه كده وهنعمل غرزه منزلقه كده اهي. يبقى احنا كده خلصنا الشغل بتاعنا. هقص الخيط، ده الطرف ده البدايه وده النهايه، ده النهايه. تمام كده خلصنا كده وعملنا غرزه منزلقه. هنسحب الخيط كده ونشده ايه، نعقد الخيط ده برضو كده مع بعض عشان ما يفكش، وهندخله بقى بإبرة التنظيف ما بين الغرز كده عشان الخيط ده ما يبانش. تمام، هننضف الخيوط دي بإبرة التنظيف. يبقى كده المرد بتاعنا احنا عملنا سطرين من غرز الحشو، انما في الطرف اللي هو الديل عملنا سطر واحد بس. تمام، وعملنا غرز الصدفه على المرد وعلى دوران الرقبه وعلى المرد من الجهه الاخرى كده. الكارديجان دوت لو هنعمله بخيط قطن هنكتفي بيه كده، يعني مش هنعمل كم، هيبقى صيفي او خريفي على حسب نوع الخيط. تمام، لكن لو شتوي يبقى هنعمل الكم اهو. بس طبعا لما يتكوي هيبان اكتر وهيفرد معانا شويه، المكوه بتفرد الشغل. تمام اهو كده المرد اهوت، المرد اهو بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا جدا، شكله قمر يعني. بص المرد كده على بعضه اهو، في جهه للزراير وجهه للعراوي، والعراوي مش هنعمل عراوي، يعني هي بتبقى في سلاسل الارتفاع اللي هي دي. السلاسل ديت ممكن هندخل فيها الزرار اللي هي السلاسل دي، نعتبرها عروه. تمام كده شكله قمر اهو كده. بس بقى نركب الزراير مظبوط جدا، والمرد جاي على بعضه، يعني مفيش جزء طول وجزء قصير، وجاي بخط مستقيم عشان الشغل كله تمام مظبوط. تمام، احنا هنعمل الكم من على الوش. احنا اخر حاجه احنا عملناها اللي هي غرزه الصدفه، اللي هي كانت كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6، كانت 6 عمود بلفتين، اللي هي دي 6 عمود بلفتين. هنوصل الخيط من هنا، من الجزء ده، هنوصل الخيط من الجزء ده كده، من عند قبل الصدفه، قبل الست غرز بتوع الصدفه هنوصل الخيط. هنوصل الخيط كده في الغرزه اللي قبل الصدفه. نثبت بس الخيط الاول اهو، يعني الصدفه دي بنشتغل من الظهر عشان هنعمل السطر دوت اعمده اماميه، هنعمل عمود امامي. اول حاجه نرتفع بغرزه السلسله ونخش في اول غرزه، وهنعمل العمود ده عمود امامي، هندخل من ورا العمود كده. تمام، وهنسحب السطر بقى اللي جاي، السطر الجديد اللي هو الاعمده الاماميه. احنا هنشتغل من الظهر، يعني هنشتغل كده، يبقى هنرتفع بواحد سلسله ونلف الشغل كده عشان نشتغل من الظهر من جوه. تمام، هنشتغل كده من الظهر عشان لما نعمل اعمده اماميه هتديني الشكل البارز ده. كده احنا عملنا منزلقه، هندخل كده من ورا العمود، هندخل كده من ورا العمود ونعمل منزلقه كده. احنا كده دفعنا بالعمود لقدام، نرتفع بواحد 2 سلسله، يبقى احنا كده عملنا اول عمود امامي. هنعمل 2 هنعمل 3 اللي هي الصدفه بتاعتنا كده، 3 عمود امامي 2 سلسله و3 عمود امامي، 1 2 3. تمام كده. ليه بقى ده كده احنا بنشتغل على الظهر عشان لما نيجي يبقى على الوش كده تدينا الحته البارزه دي، الجزء البارز، لان الموديل بتاعنا موديل غرز بارزه اللي هي شكلها دي اللي هي كده. يبقى احنا بنشتغل مره على الوش ومره على الظهر، يعني الاعمده الاماميه هنشتغلها على الظهر، الصدفه هنشتغلها على الوش. هنكمل بهذا النمط لغايه نهايه السطر ونشوف احنا هنقفل، وهنعمل السطر الجديد هنعمل فيه تناقص عشان انا عايزه الكم بتاعي يبقى ملموم. كده خلصت السطر، اخر صدفه هنخش في سلاسل الارتفاع. تمام، ونعمل منزلقه كده. احنا عملنا مجموعتين كده. انا خلصت السطر بتاع الاعمده الاماميه من الظهر،
بشتغل من الظهر اهو. هنقفل السطر، ندخل في اول غرزة، في سوري تاني غرزة سلسلة من سلاسل الارتفاع، ونعمل غرزة منزلقة. تمام، نرتفع بواحد سلسلة ونلف الشغل. هنعمل هنا غرزة حشو، نعمل غرزة حشو وسلسلة واحدة، وناخد لفتين على الإبرة وندخل في الفراغ. هنعمل بدل ما نعمل 6 عمود بلفتين هنعمل 4، احنا هنعمل تناقص، يعني هندخل في الفراغ ده نعمل 4 عمود بلفتين. 1 2 كده 3 4. نعمل تناقص، يعني الصدفة بتاعتنا في السطر ده هنعمل مجموعتين برضه، 4 عمود بلفتين، 4 عمود بلفتين. ناخد سلسلة غرزة حشو في الفراغ اللي ما بين الصدفتين اللي في السطر اللي فات، كده غرزة حشو سلسلة 4 عمود بلفتين في الفراغ. هنكمل ونعمل بنفس النمط عدد من السطور لغايه لما نوصل لطول الكم المناسب، ونرجع نشوف الشكل النهائي للكم ازاي. كده انا خلصت الكم، يعني عملت مجموعه واحده بس. تمام اهو الكم وصل للطول اهو من اول، لا بعيد عن الغرز اللي هي بتاعت الصدفه اللي فوق ديت، مش محسوبه لانها يعني زينه اللي انا عاملاها الحرف. بنقيس من اول هنا دوران الرقبه، من اول دوران الرقبه كده يساوي الكم من اول هنا 18 سنتي، لان احنا عملنا هنا دوران الرقبه. فوق دوران الرقبه ده عملنا سطرين غرزه حشو والسطر بتاع الصدفات اللي هو ده. يبقى كده احنا الكم خلص. السطر اللي احنا هنعمله هنعمل غرز حشو هنا كده دوران عشان الكم بتاعنا يبقى متماسك. كده احنا خلصنا السطر بتاعنا وعملنا غرزه منزلقه. هنرتفع بواحد سلسله، غرزه سلسله، وهنلف الشغل نشتغل على الوش. نعمل غرزه حشو فوق كل غرزه، سوري، يعني نعمل، يعني بعد ما ارتفعت السلسله وعدلت الشغل على الوش كده نعمل غرزه حشو في كل غرزه عشان الكم يبقى متماسك. تمام، غرزه حشو فوق كل غرزه السطر اللي فيه. هكمل لغايه نهايه السطر، نعمل غرزه حشو. كده وصلت لاول غرزه سلسله من سلاسل الارتفاع اهي. هندخل ونسحب خيط ونطلع ونعمل منزلقه كده وقص الخيط. واعمل برضو غرزه تثبيت كده، وادخل بقى طرف الخيط ده ما بين الشغل ما بين الغرز يعني، وانضفها بإبرة تنظيف. تمام، يبقى كده برضو الخيوط اللي الفضله دي هننضفها بإبرة التنظيف. نعمل الكم التاني بنفس النمط بتاع الكم ده. كده انا خلصت الكم زي ما خلصت الكم اللي انا عملته معاكم، والكارديجان وصل للطول المناسب من عند دوران الرقبه كده لغايه تحت حوالي 30 سنتي، وطول الكم 18 سنتي للسن ده، وطول الكم الناحيه التانيه من عند دوران الرقبه برضو 18 سنتي. يبقى فاضل بس الفتحه اللي هي تحت الباط اللي هنا ده اهي، هنقفلها بإبرة التنظيف زي برضو ما عملت في الكم ده. قفلت تحت الباط اهو، هنقفل هنا برضو الفتحه دي اللي تحت الباط. تمام، يعني هنقلب الشغل كده على الظهر، هنشد الكم كده لجوه اهي الفتحه اللي تحت الباط ديت. هنحط الوش على الوش كده وبإبرة التنظيف اهي. هندخل كده في اول غرزه كده، والغرزه المقابله ليها الفتحه بتاعت اللي تحت الباط والغرزه المقابله ليها. وكده ونعمل خياطه عاديه خالص، هنثبت بس الخيط كده ما نشدش للاخر، وبعدين هنقوم برضو داخلين وعاملين غرزه زي غرزه الخياطه العاديه خالص. كده الخيط اتثبت اهو. احنا قفلنا تحت الباط بغرز خياطه عاديه خالص اهي. الفتحه اتقفلت، نعدل الشغل بتاعنا كده وادي الكارديجان بتاعنا لسن
كونتيجان لسن سنه. تمام، يبقى كده الفيديو بتاعنا خلص اهو. كونتيجان بناتي لسن سنه، غرزه جميله جدا ومنسقه وتكرار السطرين. كده الفيديو بتاعنا خلص. ارجو لو عجبكم الفيديو واستفدتوا منه وجربتوه تدعموني وتشتركوا في القناه وتعملوا لايك وشير. دمتم بخير والى اللقاء في فيديو اخر مع موديل جديد. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.